ازيكم يا جماعة؟ النهاردة بقى فيديو جديد هنروح فيه الهايبر زي كل شهر. انا بصراحة كنت بدأت في الفيديو وبعد كده كنت مترددة، يعني اللي هو ايه، اصور ما اصورش، مش عارف ايه ليه بقى. لان انا لما بحس ان انا عايزة اعمل كذا حاجة مع بعض، يعني ان انا عايزة اعمل يوتيوب وعايزة اروح في شغلي وانجح فيه واخلي بالي من يويا وكده، بحس ان انا متشتتة قوي. فدي حاجة موقفاني شوية، مخلياني مش عارفة اعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. انا على طول ببقى عارفة ان انا بعرف اعمل كذا حاجة مع بعض، الحمد لله، يعني ما شاء الله الله اكبر. ولكن بيجي عليا طبعا وقت بحس ان انا خلاص، يعني مرهقة جدا 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 فيه. فمبقاش عايزة ان انا اصور ولا اعمل حاجة، وفي نفس الوقت عايزة انجح في كل حاجة بدأتها، لاني انا ما بحبش احساس ان انا فشلت، دي ما بحبش كده. تمام. هبتدي بداية جديدة وبداية اسبوع جديدة، واصور لكم فيديوهات تاني وهكمل في كل الحاجات. ودي حاجة من الحاجات اللي انا هعمل لكم فيديو حلو قوي عن الحاجات اللي اتعلمتها في السنة دي. السنة ما كانتش وحشة قوي، لا الحمد لله، كان فيها حاجات كتير جدا حلوة. كل حاجة اتعلمتها حلوة وحشة، علمت نفسي صفات وحشة، وده حاجة مش عيب، عشان خاطر اقدر اتعامل مع الناس اللي موجودين هنا في الدنيا دي يعني. بس نرجع بقى لموضوعنا. انا حالا بعمل ايه؟ قلت لكم بجهز بقى كده، هنحط ميك اب بسيط خالص. انا طبعا وشي مجهد جدا عشان خاطر انا صاحيه من بدري، و ما اكلتش كويس. عندي حاجات كتير عايزه اعملها. طبعا اليوم كان فيه تفاصيل كتيره، بس زي ما قلت لكم ان انا كنت مكسله اصور، عشان خاطر عارفه ان في وقت من الاوقات القناه هتقع بسبب ان انا مش ملتزمه، لحد ما يبقى عندي ناس كتير بتتفرج. وساعتها اكيد اكيد لو بطلت حتى انزل، هم هيدخلوا يتفرجوا على الفيديوهات القديمه، فهتبقى لسه القناه واقفه على رجليها. بس انا حاسه حالا ان انا بضيع كل حاجه بداتها. بس والله يا جماعه انا فعلا ما باخدش ايام اجازه كتير، والايام الاجازه اللي باخدها من الشغل اكيد اكيد في جزء منها لازم يبقى لبيتي ونظافه بيتي وكل الحاجات دي. ان شاء الله اصور معاكم تاني. بس كده. فانا لبست البلوفر ده، بحبه قوي، على بنطلون كده بيج، مش عارفه اوريكم هنا ولا ايه، بس يعني احنا هنشوف. فتحنا الفيديو ويلا بينا، اللي يجي يجي بقى خلاص. ف هحط بقى الميك اب وهنصحي يايا وجوزي بقى تحت كريم، يعني نايم شويه لحد ما انا البس انا ويايا. عشان ايه؟ احنا بناخد وقت، هو مش بياخد وقت، بس فعشان نخلص يعني. بس انتوا متخيلين ان احنا ممكن لما نرجع كمان نصور فيديوهات للفيسبوك، البيج والحاجات دي؟ قلت لكم هسيب لكم هنا البيج، بس ممكن عشان انتوا مش كتير دلوقتي، اللايكس ما كانتش كتيره والفولو ما كانش كتير، ولكن كل اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن، وننجح في اي حاجه عملناها، واي حاجه ما نجحناش فيها فعادي ندور على حاجه تانية ونعملها، يعني عادي. بصوا انا بحب بصراحه شكل رموش مش عارفه ابينلكوا ولا ايه، ولكن ما شاء الله ما شاء الله، يعني طويله بس مش كتيره. فبفكر اجيب سيرم يكون مخصص لحاجه زي كده، عشان بصراحه عايزاهم يبقوا اتقل، وعايزه حواجبيني اللي هي حواجبي يعني يبقوا اتقل من كده شويه، عشان انا واخده من مامتي ان انا حواجبي مش تقيله، مش تقيله خالص، بالعكس ده في هنا يعتبر مفيش لون، وهنا مفيش لون خالص. فاحنا طبعا كبرنا في السن، مش عارفه اقول كده ازاي، ولكن لازم ان احنا نهتم بالحاجات اللي هي مع الوقت بقى. خلاص بعد ال30 كده هتحسوا ان هي بتقل، هتحسوا ان هو مضايقاكوا في شكلكوا، فليه من دلوقتي نعملها؟ يعني مفيش اي حاجه، عادي. العمر ده مجرد رقم يعني. بس كده، خلص بقى اصور لكم بقى واحنا ماشيين. اوكي اوكي، باي. الدنيا ضلمه ازاي؟ واو. اه
هتشتري ايه؟ يلا تاخد دي، تاخد دي، تختار دي. يلا ناخد دي، هات دي. يلا ناخد دي. تغسل اسنانك اللي لسه طالعه. ماشي خلاص خدها يلا. الايه؟ بصوا يا جماعه، بصراحه انا عايزه اجرب دول، ولكن ساعة ما شفت المسلسل بتاع لا ترد ولا تستبدل دوت وانا خايفه على نفسي، فمش عارفه، محتاره نجرب مع بعض ولا ايه، مش عارفه. لو جبت هقول لكم بقى في البيت. شفتوا الاشكال تحفه. طبعا انا دوت هيبقى تكمله للفيديو بتاع الهايبر. تمام. انا امبارح روحت كنت اصلا محضره كرومب عشان كنت عايزه اكل النهارده كرومب اللي هو الجمعه، فكنت محتاجه ان انا اسلقه من بالليل، لان انا ما بعرفش اعمل كله في يوم واحد عشان خاطر معايا بيبي وكده، فبحب اوزع الدنيا شويه. خلاص، فجيت تاني يوم بقى اللي هو ايه النهارده حشيت بقى وظبطته كده. فده طبعا خلاني معرفتش ان انا اصور لكم امبارح بقيه المشتريات، وطبعا هي طلع عينينا في الهايبر، بس انا كنت فرحانه ان هو معانا عشان يعني يشوف الاجواء وكده. وكان في اجواء تحفه، انتوا اكيد شفتوها في اول الفيديو. بس كده. فانا للاسف قلت لكم في الفيديو ان انا مش هجيب اي حاجه تضر صحتي بقى كده. بجد كنت عايزه ما اجيبش اي حاجه يعني وحشه او فيها مواد حافظه كتير او الحاجات دي كلها. فعلا والله عملت كده في حاجات كتير جدا ما بقتش بجيبها عشان خاطر ان انا في المسلسل بتاع لا ترد ولا تستبدل ده انا ما اتفرجتش عليه اصلا، فاهمين؟ ولكن شفت فيديوهات ليه على الفيسبوك وكده، فخفت جدا جدا جدا. حسيت فعلا ان الصحه دي فعلا نعمه، احنا لو سيبناها كده وخلاص ضاعت مننا احنا فعلا مش هنعرف نرجعها. فليه اوصل للمرحله دي؟ فانا لسه في ايدي الموضوع، ولسه الحمد لله الحمد لله يعني ربنا منعم علينا بصحه، فنحافظ عليها بقى. بس بصراحه ضعفت. جبت ده ماشي، استنى عشان حاسه ان في حاجه حصلت. خلاص الدنيا تمام. جبت ده كلوبس اللي هو بتاع المصري، اللي هو الاندومي المصري يعني، ده بالخضار الحار. فقلت ايه هجربه، انا كده كده كنت اكتر طعم بحبه في الاندومي هو الخضار، فقلت هجربه ماشي. وجبت معاهم بقى يا جماعه ده من مذاق. تمام. ده شاي بلبن، تقريبا كنت شفته مع صاحبتي في مره، فامبارح بقى لما شفته قلت ايه اجيبه، بينفعني في الشغل بينفعني في البيت كده يعني، مش هيضر يعني. وجبت ده. تمام. انا ما كنتش محتاجه نسكافيهات، انا اصلا لسه الروز جولد بتاعي ما فتحتوش. روز جاردن، روز جولد ايه، الروز جاردن ما فتحناهوش. فبصراحه مش هجيب طبعا، لان لسه عندي باقي كمان انا بشربوش كتير. فهو بس في البيت لو حد جه نضيف، لو حد عايز يشرب او كده عادي، وانا بقى بعمل ايس كوفي عادي منه كل فين وفين يعني. تمام. وجبت ده موكا، صح؟ ده موكا من نسكافيه عادي. تمام. قلت بس ايه هعمله كده تغيير يعني. خلاص. ده بالنسبه للحاجات المختلفه. طبعا المشتريات كل الناس بتشتري مشتريات، وكل الناس عامله ميزانيه لنفسها، ربنا يرزق الجميع. بس انا مش بطلع اتباهى بيوم خالص. تمام. عشان بس الناس اللي بتقولك بطلوا فيديوهات وتصوير والحاجات دي كلها، انا مش بعمل كده. انا بس باخدكم كفايب المشتريات، عشان احنا كل البنات بتحب تتفرج على الفيديوهات دي، فباخدكم بس الفايب اللي احنا شفناها في اليوم وكده، والحاجات بس المختلفه اللي بحب ان انا اوريها لكم. خلاص. انا الغسول بتاعي كان ضاع، عندي كميه حبوب تحت الجلد مش عارفه ليه مره واحده كده، بس الحمد لله يعني ان شاء الله كل حاجه تتظبط. اكيد قله نوم وستريس من يايا وكل الكلام ده، وتغيير في دوشه حوالينا عشان في ناس بتبني جنبنا. مش عارفه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، انا كنت متعوده ان انا مفيش حد جنبنا وكده، بس اكيد برضو جزء منها ان هم امان بالنسبه لنا. اكيد مش هيسكنوا دلوقتي، لسه بدري جدا، ولكن يعني لما يعني ابننا يكبر وكده يلاقي الناس جنبيه مش عارف ايه، يبقى في شارع حيوي كده احسن كده يعني، فاهمين؟ انا حاسه ان ليها ميزه اكيد يعني. بس يعني فنرجع لموضوعنا. الغسول بتاعي كان خلصان. انا عارفه ان البراند دي ممكن تكون مش معروفه قوي يعني، وحاجه غريبه جدا، بس انا قلت اجربه مش هنخسر حاجه. كان سعره حلو جدا، وكان ماشي بصراحه منه انواع كتير حلوه جدا كان معايا في وشي يعني، فقلت ايه هنجرب ده مش هنخسر حاجه. ده بالقهوه، والقهوه لا في حاجه كمان تقريبا، قهوه وعين جمل وجليسرين، مش فاهمه ايه التلاته، مش فاهمه يتاكل ده ولا يتعمل بيه ايه، بس ايه هنجربه. وان شاء الله حوش بقى الخطه الجايه. احنا خلاص خلصنا اعياد الميلاد بتاعه جوزي والحاجات دي كلها. طبعا الفيديو منزلكوش، بس ان شاء الله هنزله، هكمله وهنزله باذن الله. انا عندي بكره وقت فاضي ان شاء الله اصور لكم فيديوهات كتير قوي قوي قوي
بالمناسبه بتاعته بقى كمان هنشربه في فيديو، اظن بقى انتوا فهمتوا. هنعمل هنت كده اللي هو ان احنا اصلا هنعمل فيديو اللون ازرق. اصلا مش عندي حاجه زرقاء لسه البسها، بس ايه هنتصرف مع بعض. المفاجاه بقى اللي انا جبتها المره دي مش عارفه باينه لكم ولا ايه، بس مش هينفع اوريكم يعني. انا بصراحه كنت شفت ترند كده على التيك توك، بتحط صورتك وبيجيب لك شكلك على كل الاميرات بتاعه ديزني وكده. فلفت انتباهي في الفيديو ان هو شعر الاورنج بتاع السندر بتاع يعني اميره من الامراء، كانت من الاميرات، امره ايه، اميره من الاميرات، كان لونها اورنج، كان حلو جدا على وشي. مش عارفه، فجوزي شاف الفيديو شبت خلاص عايزين نعمل الشعر ده. قلت له هيطلع حزلقوه، ما صدقنيش. فانا جبت ده. تمام، شايفين الدرجه خطيره. ده بتوت الغوجي، مش عارفه ايه غوجي ده، وحليب الشوفان. تمام، ده طبعا من لوريال. خلاص، اسمه احمر جرانيت او جراين او اسمه ايه، جرانيت ريد. تمام، جرانيت ريد. تمام، الدرجه هنا اهيت، بصوا شايفينها اللي هي دي كده، وتحط لكم خالص اهو. تمام، فانا عملتها بصراحه الصبح النهارده الجمعه يعني، كان عندي بقى طبعا محشي كتير عايزه الفه وكده، فقعدت بقى عملته بس. فهو بصراحه الدرجه لسه ما ظهرتش، وجوزي قال لي هو لسه ما عملش حاجه غير هايلايت بسيط كده، فهنشوف بصراحه، هنشوف هو يعمل ايه، وان شاء الله بقول لكم التجربه بتاعتها يعني. بس هو مش غاليه قوي، بس هو تغيير يعني، فاهمين. بس فيعني انا مكناش نشتري حاجه كتير الشهر ده، فحبيت ان انا اجيبهم عشان ابتدي السنه الجديده كده في حاجه جديده، ونغير الدنيا شويه ونغير النفسيه شويه، عشان بجد في ستريس فظيع عليا، بس مش مشكله الحمد لله يعني. بس كده، ده الفيديو بتاع المشتريات. هنعمل بس حلقه مع بعض. دايما انتوا عارفين ان انا لما بروح في اليوم اللي باجي فيه مشتريات بحب اعمل الساندوتش اللي انا بموت فيه، اللي هو الجبنه على اللانشون على الشيبسي، عشان انا مش بجيب لانشون طول الشهر لان دي حاجه غلط جدا. انا بجيبه بس لما بروح الهايبر عشان بجيب نوع معين باكله وقتها وخلاص على كده. مش بحب ادخله البيت كتير عشان يايا ما يكبرش يلاقيه حاجه كده في متناول بقه فياكلها عادي، لا انا مش حابه كده خالص. حتى الحاجات دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لما نكبر يعني يكبر ويفهم، اكيد ان شاء الله هقللها خالص او اكلها هو مثلا في حضانته بقى في مدرسته، الحاجات دي كلها. بس كده، فيلا نعمل احلى كوبايه ايس كوفي ونجرب ده. هنجرب ده نعمله النهارده، هنحطه بدل النسكافيه بحيث ان احنا برضو ما نصحاش قوي، وفي نفس الوقت مش عارفه هو اكيد مش هيعمل فوم كتير بس هنجرب يعني. فيلا بينا، هحطه في الازازه وارجه، احاول ارجه، احط معاه سكر واشوف كده الدنيا هتعمل ايه واجيلكوا تاني. بصوا هو يعني ما عملش فوم قوي يعني، بس هو ايه دمجته شويه مع السكر. احطه بقى هنا في الكوبايه، انا حطيت فيها شويه كراميل عشان اقول لكم طبعا يا جماعه ان الحاجات مش كل شهر بنشتريها. الكراميل ده انا بشتريه في شهر انا مش عندي فيه مسؤوليات كتير، وبعدين احنا لسه صغيرين يعني، احنا لسه 3 افراد. يحيى مثلا مش بياكل او يشرب كتير، فيا جماعه عادي ان انا اجيب الحاجه اللي انا نفسي فيها يعني. الناس اللي بتقعد تبص في الحياه الناس اللي قدامها، اكيد يا جماعه بكره هنكبر مسؤولياتنا تكبر مش هنجيب الحاجات دي اكيد يعني، صح؟ فسيبونا ناكل اللي احنا عايزينه ونشرب اللي احنا عايزينه ونقول ما شاء الله، لان اكيد انا عشت فترات كتير ضغط وكده، بس الحمد لله كان ربنا منعم علينا ان احنا ما نبصش لعيشه غيرنا. اوكي يا جماعه، اوكي ان شاء الله يعني. بس فانا لما بجيب ده ما بجيبش الحجم ده رفاهيه، ولا ان انا مش عايشه عيشه اهلي ولا الكلام ده كله، ولا ان انا ببذر، ولا ان انا بعيش او طمع او لا يا جماعه، عادي خالص. احنا بنيجي على نفسنا عشان نجيب حاجات احنا بنحبها، شهر وشهر لا، وده اللي لازم يبقى في كل البيوت. جوزي غير جوزك، انت بتشتغلي مش بتشتغلي دي حاجه ترجع لك، فاهميني؟ بس انا بتعب وبشقى في شغلي، فانا حر يا جماعه ان انا اجيب لنفسي انا عايزاه. اعملوا لنفسكم دخل، اعملوا لنفسكم حياه، اشتغلوا اي حاجه ممكن تدخلوا منها دخل تساعدوا نفسكم تعيشوا ولادكم احسن وتعيشوا نفسكم احسن، تجيبوا الحاجات اللي نفسكم فيها. محدش عارف ماضي التاني كان عامل ازاي، محدش عارف حياة التاني كانت عامله ازاي، فاكيد ربنا عادل ان هو ما يديش البني ادم 100% حياه ما يستحقهاش، فاهمين حاجه يعني؟ اكيد البني ادم اللي قدامكم ده قصته انتوا ما تعرفوهاش، فاهمين؟ بس كده، خلوا عندكم يقين ان ربنا لو اداني شويه ايس كوفي اكيد هياخد مني في يوم حاجه تانية، فاهمين حاجه؟ مش معنى كده ان ربنا وحش، ولكن ربنا عادل. ربنا كلنا بيحطنا في اختبارات
نقدر نعدي منها عشان هو حنين علينا، ولكن لازم نعيش. فاهمين حاجه؟ بس كده. فاظن الرساله وصلت واكيد فهمتوا. مش لازم احكي عن قصه حياتي عشان تتاكدوا ان شويه الايس كوفي دول اقل حاجه ممكن ربنا يكافئني بيها. فاهمين؟ بس كده يا جماعه. هقعد بقى اشربه. تمام. انا عامله هنا محشي مش قادره اقول لكم على النار، ريحته خطيره. تعالوا شوفوا فرصه يا جماعه. تعالوا بصوا كده، بصوا كده العيش اكيد كلنا بنموت فيه. هو حالا بيبقبق. مستنيه جوزي بصراحه لما يجي عشان نتغدى. بس كده الحمد لله يوم كان برودكتيف جدا. انا طبعا مروقه البيت كويس قوي، فالحمد لله مش ورايا حاجات كتير. حتى كان عندي دور غسيل غسلته بس. فان شاء الله النهارده لسه عندنا حاجات تانية كتير بس ملهاش علاقه بالترويق والبيت وكده. فان شاء الله اليوم يبقى كويس. بس كده يا جماعه. بكره اصور لكم فيديوهات تانية كتير، وان شاء الله اعرف انزل لكم الفيديو ده النهارده. متنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنتات كتير قوي 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 قوي. باي باي.